طريقة شراء العربيات لذوي الاحتياجات الخاصة. إليكم الخطوات، بس قبل الخطوات لازم نعرف الشروط، وهي نوعين: شروط عامة اللي هي تكون مصري ومقيم في مصر وعندك أكتر من 18 سنة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون تقدر تسوق أو معاك مرافق متوافق عليه. أما الشروط الخاصة بالإعاقة، لو إعاقة حركية تكون نسبة العجز 60% على الأقل، وفي نفس الوقت يكون الشخص قادر على استخدام أدوات التحكم في العربية. أما لو إعاقة بصرية فالشروط إن تكون حدة البصر 6/60، ولو الإعاقة سمعية تكون نسبة فقدان السمع 60%، ويكون الشخص قادر على القيادة باستخدام جهاز خاص. ولازم طبعا يكون معاك بطاقة الخدمات المتكاملة تقدر تقدم عليها من اللينك ده. لقيت نفسك مستوفي الشروط يبقى لازم تحضر المستندات المطلوبة: طلب جواب معاقين، تقرير طبي من مستشفى حكومي، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة بطاقة الخدمات المتكاملة، 4 صور شخصية. يبقى انت كده جاهز تحجز ميعاد الكشف الطبي من اللينك اللي هكتبه لك في الكومنتس. الكشف الطبي هيتم تحديد نوع ونسبة الإعاقة اللي اتكلمنا عليها من شوية، ومنها اللجنة بتحدد الشخص يقدر يسوق بنفسه ولا محتاج مرافق، واللي بنسميه جواب بمرافق. لو ما توافقش على طلبك تقدر تعمل تظلم وتعترض عليه. لو اتقبلت يبقى مبروك عليك الجواب، واوعى حد يستغلك ويخليك تبيع له الجواب ب20 و30 ألف ولا تعمل توكيلات لحد. العربية ما ينفعش تتسجل باسم حد تاني، وما ينفعش يسوقها غير اللي اسمه مكتوب في الجواب. آخر حاجة عايزة أقولها لك إنك لو أخدت الجواب قبل كده وما عداش عليه 5 سنين مش هينفع تاخد جواب جديد. يلا ابعت الفيديو ده لكل حد بيدور على